أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا طالب علم، وما إن أبدأ بمتن أو كتاب حتى يأتيني ما يقطعني ويصرفني عنه، كتعطل السيارة أو ضياع المتن أو أي شيء خارجي. وقد أتعبني هذا الأمر كثيرا، حيث إن الكثير من الزملاء قد حفظ بعض المتون وأتقن بعض الفنون وفاتوني وقد كنت سابقهم، فما توجهكم لي أثابكم الله؟ هو لابد في العلم من البلاء، لابد في العلم من العناء، لابد في العلم من الشقاء، لابد في العلم من الابتلاء. هذه سنة، لأن الله تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إذا نزل عليه الوحي تفصد عرقا وهو في شدة البرد، وإذا نزل عليه الوحي وهو على البعير برك البعير، ونزل عليه الوحي وفخذه على فخذ الصحابي فكادت فخذ الصحابي أن تنفصم. أخذ العلماء من هذا دليلا على أن الوحي والعلم من الوحي على أنه لا ينال بسهولة، وأن الذي يريد مرضاة الله يصبر، والعلم الذي تكابد فيه وتتعب وتنصب وتصبر وتصابر يبارك لك فيه. سبقك الكثير وقد يسبقك الكثير، فيحفظ الحفاظ ويتقن المتقنون، ولكن العبرة بالبركة. وقد تتعلم القليل وتجد الجهد الجهيد فيه، ولكن يفتح الله لك من أبواب رحمته ما لم يخطر لك على بال. وقد يحفظ الإنسان جزءا من القرآن فيجلس في مسجده يحفظ أبناء المسلمين فإذا حضر وتعب جاءته الزوجة، جاءه الأبناء، جاءته المشاغل، جاءه الشواغل، حتى يقضم ضجعه. فإذا خرج من بيته من أجل أن يدرك الدرس تعطلت سيارته، وقد يكون فقيرا معدما ليست عنده سيارة، فيقف وينتظر من يحمله وينتظر من يأخذه، ويجد المشاق في شدة الحر والزمهرير والبرد. وكل هذا وقد وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما صنع. لكن عند من يستشعر، عند من يحس أنه يعامل الله. ولو أن الإنسان قرأ في سيرة السلف الصالح معتبرا ولم يقرأ فقط هكذا، إنما يقرأ معتبرا لكي يخرج بهذه الحقيقة، أنه مع المشاق والمتاعب يبتلى طالب العلم. وأزكى ما يكون العلم إذا ابتلي صاحبه فصبر وأناب إلى ربه وادكر، فإنه بخير المنازل عند الله. وقد تبتلى في مجلس العلم فتجد صعوبة الفهم وصعوبة التركيز، فتتعب نفسك وتقول: والله لا أرضى لنفسي حتى أفهم ما يقال. ثم تجد كنا نصحب بعض طلبة العلم وكانوا يأتون للدراسة في الجامعة وهم لا يعرفون اللغة العربية، فتجد الرجل منهم يجاهد ويجتهد أن يفهم الكلمة. والله إن الرجل إذا نظرت إلى تعبه وعنائه ربما غرورقت عيناك من الدمع والبكاء، أنك تتعجب كيف الله سهل لك الفهم، وهذا يعاني في فهم الكلمة والكلمتين وفهم الشرح من الشيخ، وأنت مسهل لك ميسر، كأن الله أرسله ليعلمنا بنعمته وفضله علينا. ومع ذلك تجدهم يصبرون ويكابدون. واليوم نسمع عنهم أفضل الأخبار مما فتح الله عليهم في نفع أبناء المسلمين، ومما فتح الله عليهم لم نجد أحدا يتعب في العلم إلا وجدنا عواقبه حميدة. لكن إذا صبر وأخلص لوجه الله. لا يشترط في هذا أن تكون من خيار طلبة العلم. أنت حينما تخرج من بيتك وتجد الملهيات عن يمينك وشمالك في زمان الفتنة، هذا صبر واحتساب. أنت لما تخرج من بيتك فتجد زحمة السيارات فتصبر وتحتسب، هذا صبر واحتساب.
أنت لما تخرج من بيتك فتأخذ أخاك وتمر على هذا وهذا وتحتسب عند الله أن توصل أخاك ولك أجره في زمان الفتن، فالله وحده هو الذي يثيب طلاب العلم المجدين المجتهدين الصادقين في محبة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم هو وحده الذي يثيبهم، وهو وحده الذي يعلم جهدهم وجهادهم وصبرهم وعناءهم واحتسابهم للأجر عنده سبحانه وتعالى. في كل زمان الفتن بحسبها، ولكن شهدت النصوص أنه إذا تأخر الزمان كانت الفتن أشد. ففي بعض الأحيان تأتي إلى الدرس وأنت تريد أن تفهم فتبتلى بشيء في جسدك، وقد تبتلى بشيء يزعجك من مرض ومن سقم ونحو ذلك، ومع ذلك تصبر وتصابر. ووالله لقد كنا في زمان القراءة في أيام رمضان أتعجب من بعض طلبة العلم تجده شيخا كبير السن، وكنا في أيام الصيام كان رمضان ربما يصل إلى قرابة 14 ساعة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا مكيفات ولا غيرها، وأعرف بعضهم كان يشتغل ويكد على نفسه وأولاده. فإذا جاءت الظهيرة كانت دروس الوالد رحمه الله من بعد الظهر إلى الإفطار، إلى ما قبل الإفطار بنصف ساعة. وتأمل في الصيف وطول الوقت، وكان رحمه الله صبورا جلدا، فكان بعد صلاة الظهر يجلس صحيح البخاري ويجلس الدرس قرابة 1:15، وفي الصيف قد يصل إلى 1:30 إلى 2 إلا، ومع ذلك تجدهم يزدحمون، وكانت الحلقة ضيقة وليس فيها ميكروفون، فتجدهم والله تجد الرجل كبير السن ربما تجد رغوة فمه من البياض من شدة العطش والظمأ. كانوا يصبرون، وكانوا يجلس بعضهم إلى بعض وركبهم إلى بعض، وتخرج الروائح مع الصنان ومع العرق، وهذه أشياء نذكرها للاتعاظ والاعتبار. ما يأتي طالب العلم ويقول هذا ريحة كذا أو كذا، مشغولون بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالشخص الذي يدخل المعمعة يضرب في بطنه ويضرب في جسده لا يحس بهذا الضرب لأنه يتلذذ بمرضاة الله. فما كان أحد يأتي ويقول أف وما هذه الريحة وما كذا أبدا. والله نجلس وأقسم بالله من باب التحدث بنعم الله أننا إذا أردنا القيام لم نستطع من طول الجلوس وكثرة الزحام وكثرة الأذية بما يحصل، ونسأل الله أن يتقبل. وهذا شيء يسير، ما نذكر هذا غيرنا أكثر وأبلى وأكثر صبرا وعناء. فإذا صلى العصر كان درسه في السيرة قرابة 1 ساعة، ثم بعد ذلك تعرفون في العصر في الصيف يطول، ثم بعد ذلك درس صحيح، أولا درس صحيح مسلم، ثم درس الترغيب، ثم درس السيرة، 3 دروس متواصلة، ولا ينتهي إلا قبل الإفطار بنصف ساعة أو 1:15 بالكثير. ومع هذا تجد طلبة العلم لا يفوتهم درس، وتجد الرجل يكدح في اليوم كله على أولاده، ما يأتي ينسدح في بيته لينام. العلا والدرجات العلا لا تنال إلا لمن يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الخير، هذه الأمة عظيمة، هذه الأمة كريمة، ولا يزال الرجل تجد الرجل توظف وصار مدرسا ومعلما وتعلو منزلته ويأتي ويجلس في مجالس العلم. هذا أمره عند الله عظيم، كل زمان فيه التضحية بحسبها. وتجد الشاب الذي يستطيع أن يذهب يمينا وشمالا ويسرح ويمرح ويضيع وقته في اللهو يأتي ويجلس في مجالس العلماء، وتجده صغير السن لكنه كبير العقل بالجلوس بين الكبار. هذا برضه شرف له وعزة وهمة، كل زمان بحسبه. ولذلك جد واجتهد. تتعطل السيارة ولا يتعطل قلبك، تتعطل السيارة ولا يضعف جسدك ولا تكل همتك. الله أكبر، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ثم الطيب هذا درجات، فيه أطيب الطيبين. هناك أقوام همتهم عند درجة معينة فيجعلهم الله عند هذه الدرجة، وهناك أقوام همتهم عالية، فإذا وجدت البلايا تصب عليك صبا لا تقل أنا كذا أنا كذا وتستسلم، قل إن ربي لطيف لما يشاء، رب الطف بي، ثم اعقد العزم، ولتكن همتك صادقة، لا تلتفت إلى الفتن ولا إلى المحن ولا إلى المخذلات، لأنك تطلب أعز وأسمى وأعلى ما يطلب. والله ليس على وجه الأرض شيء أكرم على الله من الوحي، وليس على وجه هذه الدنيا شيء أعز عند الله ولا أرفع شأنا ممن اعتز بدينه وبكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
يا هذا لا تلتفت إلى هذه الأمور، واعلم أن هذه الأمة مبتلاة مختبرة ممتحنة، فجد واجتهد. إذا تعطلت السيارة فليس العلم موقوفا على السيارة، فجد واجتهد وابذل ما تستطيع وقدم ما تستطيع. لقد كان أقوام يحبسون الريال والريالين لمطعمهم ومشربهم، فتأتيهم الحاجة في طلب العلم، فربما اشتروا بعض الكتب مقدمين على طعامهم وشرابهم. ومنهم من يكون عنده المال اليسير يركب به السيارة للوصول إلى حلقة علم، وهذا موجود في كل زمان ومكان، التضحية في كل زمان بحسبه. فهؤلاء هم أولياء الله وصفة الله. فلا يصل الإنسان إلى درجة العلم. العلم ستخرج به للأمة فتتغرب وتسافر وتترك أهلك وولدك وحبك ووالديك لله وفي الله ولتعليم أبناء المسلمين. ما تستطيع هذا إلا بفضل الله، ثم إذا ابتليت في طلب العلم، لأنك لما تبتلى في طلب العلم تخرج قوي الشكيمة صادق العزيمة، لا تنكسر لك قناة في طاعة الله ومحبة الله. وهذا له صنوف كثيرة. قد تبتلى بالآذى الحسي كما يكون في دابتك في سيارتك في جسدك، وقد تبتلى بالأذى المعنوي، فتجد من يخذلك وتجد عن يمينك وشمالك من يخذلك، فلا تلتفت إلى هذا. وقولك إنهم سبقوك، لن يسبقك إلا من سبق إلى الله جل جلاله بالإخلاص والصدق، والله أعلم. قد يسبقوك ظاهرا ولا يسبقوك باطنا، فكن على حسن ظن بربك. أما الأمر الثاني فاحذر الذنوب والمعاصي. كل من يشتكي في العلم أنه أصابه شيء يضعف عن العلم فليحذر من أمرين. الأمر الأول ذنوب هي أساس البلاء، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه في خطبته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان إذا استفتح الصلاة قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، لأن الخطايا تحول بينك وبين الخير. فإذا وجدت البلاء في سيارتك في مجلسك ابتليت بشيء يشوش عليك في العلم، فقل اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من ذنب بليت به بهذا البلاء. أما الأمر الثاني التقصير في الشكر، فقد تجلس أي مجلس من مجالس العلم إذا جلست واستفدت ثم قمت حمدت الله وشكرته واستغفرت لعلماء المسلمين ولمشائخك، لأن هذا شكر النعمة تفتح عليك أبواب الزيادة بفضل الله ثم بسببه. فإذا قصرت في الشكر تبتلى، فاحرص على الانتباه لهذين الأمرين: الاستغفار من الذنوب والشكر للمنن والنعم والمنح التي يمنحك الله إياها في علمك وتعلمك. فإذا صدقت عزيمتك فلم تضعف مع الفتن والمحن، وعلمت أن سبيل العلم سبيل امتحان وبلاء ويحتاج إلى صبر وقوة لمكابدة العناء، واستغفرت من الذنوب وشكرت الله على كل نعمة، وعظمت هذه النعمة في قلبك وأثنيت على الله بها في لسانك وعملت بها بجوارحك وأركانك، فإن الله يبارك لك في علمك ويحسن لك العاقبة. اللهم اجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. قربنا به إليك واجعله زلفى لنا لديك. اللهم بيض به وجوهنا وثقل به موازيننا، وأعزنا به في الدنيا والآخرة عزا لا ذل بعده أبدا، وأكرمنا به كرامة لا نهان بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن طلب العلم لوجهك فتعلم وعمل وعلم الناس ونفعهم لوجهك وابتغاء مرضاتك، وافتح لنا أبواب فضلك من واسع رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.